ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم هند زينو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم جيده. اليوم غادي نشارك معكم وصفه خطيره للوجه. هاد الوصفه البنات فيها جوج ديال المكونات. فيها زريعه الكتان اللي هي هاديه البنات. هانتوما البنات كنوضعها في هاد الميكا، في هاد البلاستيك الغذائي، وكنوضعها في الثلاجه. كتبقى في المجمد، بطبيعه الحال المجمد، حيت قد ما خليتيها البنات ما عندك ما تخافيش منها. بالنسبه للبنات ملي كنبغي نستعملها كنشدها كنقيها هو الاول، وكنطحنها في مولينكس. ملي كنطحنها كتخرج البنات على هذا الشكل هذا. هانتوما كنطحن شويه كميه شويه اللي غادي نبدا نستعمل في واحد الاسبوع ولا جوج الاسابيع، ومن بعد ملي كتسالي ليا كنعاود نطحنها. كنطحنوها البنات. وبالنسبه للمكون الثاني اللي هو هذا البنات الحليب. منين البنات الحليب مع هاد الصهد راكم عارفين دغيا دغيا ملي كنجيبوه وما تنديروش داك النهار لا غد لي كيصبح لينا، كيصبح بعض المرات خاسر. منين كيكون خاسر كنشدو كنلوحوه. ما تلوحيش هاد المره، غتبقاي تستعملي به الوصفات البنات. هاد الحليب يعني كيف جبتو بغينا نفيضو، لقيتو خاسر، شديتو البنات وضعتو في الثلاجه، وضعتو في الطاسه، ودرتو في الثلاجه، خليته في الثلاجه ليله كامله. ودابا عاد غادي نستعملو. كل ما البنات بقدام الحليب وكل ما بحق غير هو يبقى في الثلاجه، ما يكونش البنات في شي بلاصه زعما مثلا في بلاصه سخونه وتوضعيه في الوجه ديالك. هادو هما المكونات البنات اللي غنستعمل سواء بالنسبه اللي عندها الحليب مزيان يعني ما خاسرش وبغات تستعملو في هاد الوصفه تستعملو. اللي عندها كيف ما قلت لكم الحليب بقى ليها وخسر تستعملوا هادو، راه غير زريعه الكتان طاحت ليا فيه. المهم البنات بالنسبه للكميه، خدي الكميه اللي غادي تكفيك في الوجه ديالك، في الوجه والعنق ديالك وحتى في الجسم. هاد الوصفه غزاله للوجه للعنق للجسم كامل. بلا اي بلاصه عندك فيها الاسمرار تقدري توضعيها، لان البنات كتحيد بحال الكلف، كتحيد لك البقع. والحاجه الزوينه انها كتصفي وكتعطي واحد النضاره للوجه. من الاستعمال الاول البنات غادي يبدا يبان لكم الفرق. غير جربوها ما غاديش تخافوا منها، بالعكس غادي تعجبكم وغتبقاو دائما تداوموا عليها. بالنسبه للمكونات نتوما كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد المعلقه. انا غادي نستعمل غير الوجه ديالي، ما الوجه والعنق ديالي صافي البنات كافيني وغادي يشاف مازال. نحيدو هاد الزريريعه وغادي نوضع الكميه اللي غادي تكفيني. ها نتوما الشي البنات راه ولاو بحال الراي. حتى بالنسبه اللي عندها الحليب راه كيف ما اللي كتعرف دير الطريقه ديال الريب تستعملو. هو ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، غير الحليب بوحديتو. هانتوما البنات غادي نستعمل واحد جوج معالق ولا ثلاثه المعالق. المهم نتوما اللي غادي يخلط لكم هاد الوصفه هذه. هانتوما البنات غادي نديروها وغادي نوضعها مباشره على الوجه. ولكن البنات قبل ما نوضعها للوجه ديالنا غادي نعطيكم واحد النصيحه دائما البنات باش يصدقوا لكم الماسكات ويعطيكم واحد النتيجه زوينه من الاستعمال الاول. كتغسلي وجهك مزيان بالصابونه ديال الحجره ولا اي صابون نتوما اللي كتغسلوا به الوجه ديالكم، شي جل ولا اي حاجه. المهم انا كنعطي يعني وصفه للجميع، يعني اي واحد يقدر يستعملها. ماشي بالضروره تكون عندك واحد الجل باش تغسلي الوجه ديالك، ولا خاصك جيل نيطويون زعما باش تغسلي الوجه ديالك، ولا خاصك شي صابونه معينه. مثلا انا كنقدر ننصح بالنسبه اللي عندها شي جيل نيطويون تستعملو، واللي ما عندهاش تاخذ صابونه سامبل ديال الحجره اولا صابونه ديال دوف. اللي عندها الحساسيه ما تستعملش دوف، واللي ما عندهاش الحساسيه تستعمل واحد صابونه ديال دوف. تغسل بها وجهها مزيان، تنشفي وجهك، ومن بعد تتوضعي هاد الوصفه هذه. غادي نزيد واحد شويه البنات. ها نتوما صافي وغادي نوضعوا البشره ديالي مزيان، الوجه كامل والعنق ديالي. وكيف ما قلت لكم اي بلاصه بغيتوها تفتح توضعوا فيها هاد الوصفه. غادي نخليها البنات. بالنسبه لي غادي نوضعوا على البشره ديالي غادي نخليه تقريبا واحد المده هو حتى ينشف. انا ما غاديش نقدر نقول لك المده، مي تخليه حتى ينشف. ثلث ساعه، 25 دقيقه، نص ساعه. وضعوا في الوجه ديالكم ملي يبدا يبان لكم بدا كيكرم كتمشي كتبداي تحكيه بحال كتقشري فيه، يعني بحال كتحكي فيه غير بشي شويه البنات، غير بيديكم بلا كيس بلا حتى شي حاجه. كتبقاي بحال كتقومي فيه، بحال كيبقى يخرج بحال شي كيف نقول لكم بحال الشعريه. ومن بعد كتغسليه بالماء يكون دافي، ومن بعد تغسليه من موراه بماء يكون بارد باش يتسدوا لنا المسامات. هذه هي الطريقه البنات اللي كنستعمل. ومن بعد ما تغسلي وجهك وتمسحيه بطبيعه الحال تستعملي شي مرطب ديالك كيف ما كان، شي زيت اي حاجه. الا ما عندك حتى شي حاجه استعملي غير زيت العود وضعي لوجهك من بعد هذه الوصفه، لان طبيعه الحال البنات الوجه كيبدا ينشف. كنستعملوا البنات من موراه المرطب ونستعملوا هذه الوصفه
تقريبا 2 مرات 3 المرات ماكسيموم في الاسبوع، من 3 حتى 2 المرات في الاسبوع غادي تعطيكم واحد النتيجه غزاله. جربوها البنات، واللي عجباتو الوصفه ما تبخلش عليا باللايك ديالكم وبالاشتراك. بالنسبه لي اول مره غادي يشاهد القناه ما تنساوش تشاركوا في القناه وتخليو لي اللايك ديالكم، خليو لي تعليق وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع الاحباب باش الفيديو يتشاف ويستافد منه الجميع. المهم البنات اللي جربتها وعطاتها نتيجه، انا حاجه وحده الا ما مستعداش تكتب لي تعليق تدعى ليا غير مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره يا ربي، هذا ما كنطلب. المهم البنات ما نطولش عليكم، كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.